بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أزول في الله مرحبا بكم. اليوم راح ندير معاكم طبق الكباب، طبق جزائري تقليدي يجي بنين بزاف، يجي خفيف. طبق يجي رائع لشهر رمضان المبارك. نتمنى تشوفوا الفيديو الى الاخر، واللي دخل اول مره نتمنى يشترك في القناه ويفعل زر الجرس باش يلحقوا كل جديد، وما تنسوش تحطوا لايك، بوس بلو من فضلكم. هنا نروحوا الى الوصفه. عندي هنايا فيتوله مقله، راح ندير فيها شويه السمن هكذا، يعني ما تلحقش مغرفه كبيره، ماشي معمره بزاف، ونزيد لها مغرفه زيت. ما درتش بزاف السمن لاني راح نخلط معاه الزيت باش السمن هذاك ما يتحرقليش. خليهم هكذا يسخنوا غير شويه على نار هاديه، نار قليله. من جهه واحده اخرى قطعت بصله رقيقه مليح وضفتها لهذاك الليدان باش هكذاك تتقلى تذبل شويه. من بعد رايحه نحط انا عندي هنايا الدجاج، تقدروا ديروه باللحم ثاني يجي بنين، لكن طبق هذايا معروف بالدجاج، يجي هو بالدجاج، طبق تقليدي هذا الكباب. عندي نص دجاجه، انا درت نص، ديروا على حسب افراد الاسره تاعكم بيان سور. نخليهم يتقلاو هكذايا مع بعض مع البصل هذاك، كلهم هكذا حوالي 5 دقائق. هنا رايحه نزيد عود قرفه وشويه فلفل. انا درت فلفل ابيض، تحبوا ديروا فلفل كحل ديروا، ما تكثرش بزاف الفلفل التوابل. ورايحه نزيد معاها حفنه تاع حميصه، هنايا ما خرجت ليش في الفيديو، يعني حميصه معروف بالحميصه، تحبوا ديروا شويه جلبانه ولا، المهم هو طبق معروف بالحميصه. وزدت عليها شويه برك قرفه، ماشي بزاف، درت شويه قرفه باش تعطينا برك هكذا ثاني شويه بنه. هاي لك زدتها، وقلت لكم درت الحميصه، وبعد مرقت وخليته يطيب مده 30 دقيقه نص ساعه. كما راكم تشوفوا هنايا عندي الشربه. هنا صورت لكم شويه الاطباق اللي درتهم في هذا النهار. هذا الفيديو عندي واحد 3 ايام ولا 4 ايام مني درتو. اليوم راح نحطوه هنا شربه الله الله فريك بالغنمي. جات بنينه بزاف. وهنايا راني نقلي في البوراك اللي معروف كامل، البوراك باللحم والبطاطا والجبن. هنا الدجاج تاعي خلاص راه طاب، رايحه نحيه نديرو بجيه ونخليه يبرد. بعد تشوفوا واش راح ندير له. من جهه واحده اخرى كنت ثاني قشرت البطاطا وقطعتها. البطاطا تاع الكباب كما تعرفوا كامل تقطع خشينه. هنا نحيت شويه من هذاك المرق نخليه يبرد باش ندير به العقده. هنايا درت المطلوع اللي راهو في القناه. هنا البطاطا كما راكم تشوفيها قطعتها خشينه راح نقليها. وهنايا الدجاج تاعي درت له شويه زبده وشويه لاموطارد، ورايحه نحمره في شويه زيت. هذيك الزبده هذيك رايحه تخليه يتحمر بسرعه، ومع البنه هذيك تاع المهم لاموطارد والزبده راح تعطي له بنه رائعه. هنايا راح نوجد العقده تاعي ولا لا ليزون. عندي هذاك المرق اللي برد وصفر بيض وشويه معدنوس، ونعصر عليه شويه ليمون. هذه هي العقده اللي نديرو في الكباب ولا في صوص بلونش. خلطوهم مليح هكذا كما راهو واضح في الصوره، يعني طاجين ساهل يتوجد بالخف. هنا البطاطا تاعي تقلات والدجاج تاعي تحمر. رايحه نضيف هذيك البطاطا لهذيك المرقه اللي بقات لي. المهم ما يجيش معمر بالمرقه، تجي شويه خاتره، تجي مجمره. هنايا البطاطا تاعكم نحوا لها شويه دوك الزيوت ببابي ابسوربون. كما راكم تشوفوا حطيت البطاطا جات غير محمره مليحه، وزدت عليها هذاك الدجاج. وهنا رايحه نفرغ هذيك الليزون ولا هذيك العقده اللي درناها بالبيض، بصفر بيض عفوا. نفرغوها كامل هكذايا ونخلوها تتجمر حوالي غير 2 دقائق، ونطفوا عليه، وهكذا يكون الطاجين تاع الكباب تاعنا يكون واجد. صدقوني يجي بنين بزاف، يجي خفيف.
وهنا كذلك داك النهار هذا النهار كنت درت فيه حمل حلو بشبح صفراء. شبح صفراء كنت وجدتها من قبل بيان سور، تعرفوا تشد اليد بزاف. وكتحليه درت تارت بوردالو ولا طرطه بالايجاص بكريمه اللوز، كاينها كذلك على قناتي اللي يحبها اللي تحب تشوفها. وحمل حلو ثاني كاينو على القناه تاعي. اذا شهيتكم في الجنه. نقول لكم هذا هو طبق تاع اليوم، نتمنى تجربوه. طبق خفيف ويجي بنين رائع. نقول لكم الى وصفه واحده اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.